يا بركة بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمعة مباركة علينا وعليكم جميعا يا رب، ويرحم الكابتن إيهاب جلال رحمة واسعة، يدخله فسيح جنتي ويوسع في قبره إلى مدى نظر يا رب. ربنا يرحمه ويغفر له ويسامحه ويرحم أمواتنا أجمعين يا بركة بسم الله. اللايف النهاردة بنتكلم عن النادي الأهلي ورحلته إلى كينيا، وبنقول على التشكيل المتوقع إن شاء الله. يعني ربنا يوفقه في الحفاظ على اللقب. وبنبدأ بالتشكيل. حراسة المرمى محمد الشناوي، خط الظهر من اليمين الشمال محمد هاني، ربيعة، أشرف داري، عطية الله. نص الملعب مروان عطية وأكرم توفيق وإمام عاشور. الهجوم اللي قدام هيلعب 3، هيلعب حسين الشحات في اليمين أو يلعب رضا سليم، يعني معرفش، يعني الاتنين يعني ماشيين في إذا كان ده يلعب يمين أو ده يلعب شمال. يعني أنا بفضل رضا سليم يلعب شمال، ومعاهم وسام أبو علي. والماتش إن شاء الله يعني هم تملي يصطادونا في الجو الحر والوجع القلب. معرفش الأفارقة كانوا متغيبين زمان، دلوقتي ما يعلم بيهم إلا ربنا. فيصطادوا الأهلي الساعة 3 الظهر. لا يعني يلعبوا أي فرقة بر أو بالليل إلا الأهلي، لازم يجيبوه يصطادوه ساعة العصرية كده اهوت. يقول لك سنداوز وسنداوز والفزاعة بتاعت سنداوز دي. سنداوز ديت للنهار اما تلعب معانا بالليل يعني هنفضها ان شاء الله. الفترة اللي جاية دي يعني خلاص بقى الكورتين الماتشين اللي كانوا ماشيين معاهم دولت باذن الله ربنا يعني يسهل كده، هيتنفضوا سنداوز باذن الله، وربنا يسهل ونقابلهم زي ما علمنا على كل الفرق، مش يعني سنداوز بس. يعني اللي هم اللي يقعدوا اللي بالك فيهم دول يقعدوا يحفزوا القرعه بتتباع شعر بنت اختها. يقول لك بص ده غلبوهم 5 غلبوهم 5. فاحنا منفضين سنداوز دوت في عندهم بره وجوه واخدين كام بطوله. اما خدوا البطوله من مين؟ كلام يعني حاجه يعني مقرفه بصراحه. الفترة اللي جاية ديت يعني لا يخش في مطحنة، ياخد جرماهي ده رايح جاي ويخش على السوبر، ومن السوبر بقى على الكونتيننتال والمطحنة بقى تشتغل. يقول لك بيأجلوا للدوري، بيأجلوا الدوري للأهلي. ربنا يسهل بقى ونشوف القصة هتنتهي على ايه، وربنا يوفق الأهلي في مباراة يوم الأحد بإذن الله. وإلى اللقاء.